كانت صاحية 100%. لا نيموها وبعدين ما فاكت البنت، يعني ما صحيت بعد. وقبل أن تغمض عينيها عاشت صابرين بين حلم وردي توجت فيه بثوب التخرج، وبين كابوس سود ورديته وأعادها إلى حقيقة الغدر الذي تعرضت له وأفقدها حياتها. هكذا كانت القصة كما روتها صابرين في لحظات صحوها الأخيرة. حكت لي يمه أنا بعد ما خلصت من الجامعة وطلعت في تاكسي، هسا وأنا ماشي غير الطريق، بقول له أنا صار لي 4 سنين بروح وباجي، مش هاي الطريق اللي باجي منها أنا. اللي هو بقول لها لا، في عجقة سير باخذك من طريق أقرب منها. بتقول لي حسيت إنه في إشي مش طبيعي، صرت أصرخ أقول له نزلني نزلني، ما رضيش. بتقول لي بعدين لف وجهه ورش على وجهي إشي. بتقول لي هسه لما رش على وجهي إشي تخدرني إيدي إجري، مش قادر أحرك حالي أنا. بتقول لي يا دوب يعني مش قادر أحرك حالي. بتقول لي بعدين شحطني وطلعني. هسه بتقول لي أنا لما فوتني على الشقة بتقول لي سامع صحصحت شوي، بس بتقول لي ايدي وجري هزلانات، يعني مش قادر لا امشي ولا اوقف. بتقول لي سمعت طرق 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 قوى على الباب، سحبني من ايدي وزتني. بتقول لي ما صحيتش انا، في اشي بس سمعت اشي تكسر في جري. هذا ما عايشته صابرين أو ما عرفته. أما بداية القصة فروتها ساعات بدت طويلة على من ينتظر عودة غائب. الأكل من ساعة بكون في الدار، صارت الساعة 12 ساعة 1 أرن عليها ما تردش، أرن عليها ما تردش، مش عادتها يعني أنا كنت أرن عليها حتى لو بتكون في المحاضرة تطفي التلفون أعرف إنها تكون في المحاضرة، من حد ما تطلع من المحاضرة تحكي معي. شوي إلا هو بتصل في الشرطي بقول لي أنت أمها لصابرين؟ قلت له شو مالها صابرين؟ قال لي تخافيش صابرين صار معها حادث وما تخافيش عليها. صرت أنا أصرخ على التلفون، قال لي يا أختي والله ما فيها إشي صابرين. الأجزاء الأخيرة كأجزاء سيناريو أطاله المخرج لتردده بأحداث النص الخيالي. فبعد الرواية الأولى كانت الخاتمة مميتة. 2 أسبوع من علاج الكسور التي خدرت جسد صابرين وأدخلتها غيبوبة لم تفق منها. أتذكر كل لحظة حشتها صابرين، ما بتذكر إلا ابتسامتها، عبيتها وشيلها، بس ما بقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. خسرت قطعة من روحي من قلبي. صابرين أخذت راحته، أخذت معها كثير أشياء حلوة. يعني بحكي لك لهلا لحد الآن مش مستوعب الموضوع، مش مصدقة إنه مثلا إنه رح أروح أدار أخوي ما إلك صابرين، إنه رح أجي هون ما إلك يا بتستنى فيي في البيت. شعور جدا مؤلم جدا جدا. لما نزلنا على القبر ما صدقت، كان نفسي بس افتح القبر اشوفها عن جد هي تحت. انتهى الكابوس وانتهت معه الحياة والأحلام وطموحات المستقبل، وبقيت صابرين حية بابتسامتها في أعين محبيها. أما تفاصيل جريمة الغدر فبقيت خيوطها بيد المحققين يحاولون الوصول بها إلى نهاية جديدة. وبدها تدخل امتحان النقابة مشان مزاولة المهنة، مشان تتدرب عند محامي وتزاول المهنة. فكان شلها طموح وشلها أمل على أنها تخلص وتتوضأ وتباشر تشتغل في وظيفتها، لكن سبحان الله أجل الغدر واخذ طموحها وأمالها وأحلامها وتعبها، ما خلالها ولا شيء. راحت تجيب شهادتها وكنا هيك مخططين نعمل حفلة ونلبسط ويعني شهادتها الله ينتقم من ولاد الحرام.
دفنت العفة، دفنت وتركت ثوب التخرج معلقاً، دفنت وتركت قضيتها بيد قانون درسته لم تعلم إن كان منصفاً، دفنت وتركت الحياة لترجع روحها إلى ربها وترحم. لتلفزيون القدس، لما أبو هلال من محافظة سلفيت. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.